العيد على الرغم ان هو من الحلويات الا انه بيستحمل اسابيع طويله جدا من غير ما يفسد. السبب في ده 3 حاجات. اول حاجه انه بيحتوي على نسبه عاليه من السكر، ودي مش بيئه مناسبه قوي لنمو الميكروبات، لكن باستثناء بعض الفطريات البسيطه اللي بتحب تنمو في السكريات. السبب الثاني الدهون الكتير، السمنه الكتير بيئه برضو مش خصبه للميكروبات وما بتشجعش على نمو البكتيريا. اما السبب الثالث ان الكحك من الحاجات الجافه نسبيا ما فيهاش رطوبه، غياب الرطوبه بيخلي الميكروبات ما بتقدرش تنمو فيها بشكل سلس. نستثني من كده الكحك اللي بيكون فيه حشوات فيها نسبه رطوبه شويه زي الملبن او العجوه، ده بيكون احتمال فساده اقرب شويه من الكحك الساده او المحشي بالمكسرات. فلو عندنا النوعين الاثنين الافضل نستهلك اللي فيه حشوات رطبه الاول ونأجل شويه الساده او المحشي بالمكسرات. لو عندي كحك جاهز وكحك معمول في البيت، هل الاثنين ليهم نفس الصلاحيه؟ في الحقيقه لا، الكحك الجاهز بيكون احيانا مضاف ليه نسبه بسيطه من المواد الحافظه اللي تخليه يستحمل الاسابيع اكتر، وكمان جوده تغليف العبوات بتخليه معزول عن الرطوبه بشكل اقوى، وبالتالي هو هيستحمل الاسابيع اكتر من الكحك المعمول في البيت. فلو عندي الاثنين يبقى يفضل استهلك الاول الكحك اللي عاملينه في البيت، وبعد كده ابقى افتح العبوات الجاهزه. كل سنه حضراتكم طيب.